السلام عليكم، ازيكم يا اصدقاء؟ انا احمد صقر، موشن ويزارد. النهارده هنتكلم عن الريسترايز ايكون. العلامه دي بتعمل حاجتين مهمين جدا جدا جدا، حاجه منهم معروفه نسبيا لكن الحاجه التانيه مش اي حد يعرفها. فيلا بينا نظبط المسائل ونخش على الجد على طول. الحاجة الأولى والمعروفة نسبيا هي إن العلامة دي بتوضح الفيكتور اللي فيها نسبة بكسلة، يعني زي ما هو ظاهر كده. لو عندي أوبجكت ظاهر بالشكل ده جاي من الإنستليتور، كل اللي بحتاجه إني بدخل جوه الكومبوزيشن وبعلم على كل الطبقات وبعلم على علامة الريسترايز، وبعدين بطلع بره الكومبوزيشن وبعلم عليه هو نفسه بالعلامة دي، وزي ما باين قدامنا فالشكل بقى أوضح. الحاجة التانية ومش اللي أي حد يعرفها، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا، هي إن العلامة دي لو عملتها على أي كومبوزيشن بتحول الليارات اللي فيه كأنها موجودة بره. يعني لو أنا عندي مجموعة من الليارات موجودة جوه كومبوزيشن ومنهم واحدة متغير المود بتاعها بالشكل ده، ساعتها المود ده هيتطبق على الطبقات اللي جوه الكومبوزيشن بس. لكن لو وقفت بره الكومبوزيشن ودوست على علامة الريسترايز فالمود هيتطبق على الطبقات اللي بره الكومبوزيشن زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا. طيب ده بينفعني في ايه؟ بينفعني ان انا بكون عاوز انظم الملفات بتاعتي بشكل معين، وان المجموعة دي محتاجة تكون مع بعض في كومبوزيشن واحد عشان الدنيا عندي بره ما تبقاش سايحة على بعضها. وفي الحالة دي بيبقى في جزء من الطبقات دي واخد بلند مود محتاج ان هو يتطبق على الليارات اللي جوه الكومبوزيشن واللي بره الكومبوزيشن. الموضوع ده في فترة من الفترات كان عامل لي مشكلة كبيرة، لاني كنت بشتغل حرفيا على بعض الفيديوهات فيها مئات الطبقات، والمشاريع دي بيبقى متكرر فيها موضوع المود او البلند مود ده بشكل كبير جدا. فقبل ما اعرف الموضوع ده كنت بضطر احط الطبقات بره والموضوع ما بيكونش منظم معايا تماما. نفس الكلام لو حطيت ادجستمنت لاير جوه الكومبوزيشن، واللي زي ما احنا عارفين لما بنحطها وبنحط عليها افكتات معينه فالافكتات دي بتطبق على كل الليارات اللي جوه الكومبوزيشن. لكن لو علمت على علامه الريسترايز بره الكومبوزيشن فلو في ادجستمنت عندي جوه فهتطبق برده بره على كل اللي تحتها. فبالتالي برده محتاجين ناخد بالنا لو احنا علمنا على العلامه دي هتاثر معانا على الطبقات وعلى كل حاجه موجوده في الكومبوزيشن الاساسي. ممكن تكون المعلومه غير مفيده ليك في الوقت الحالي لو انت لسه مبتدئ او لو انت لسه ما اشتغلتش على مشاريع كتير، لكن صدقني سيبها وحاول ترجع لها لان هي هتفرق معاك جدا قدام في حاجات كتير، خصوصا في المشاريع اللي بيكون فيها لعب كتير في المودز او فيها ادجستمنت لاير محطوط عليها افكتات كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه يا صديقي، ولو عندك اي ملاحظه او تعليق او اضافه قولها لنا في الكومنتات تحت، وما تبخلش علينا بالمشاركه والدعم. اشوفك في فيديو جديد، سلام يا صديقي.